طريقة استخدام الدلكة السودانية. اوكي، اول حاجة عشان جسمك كامل يكفيكي خذي قبضة اليد بيدك كذا، شايفين انا يدي مليانة، قبضة مليانة، ذا لكامل جسمك. ما كفاكي عادي زيدي نص زيادة، ما في مشكلة. وبعدها اخلطيها بالموية، لا تخلطيها بالزيت. في بنات بيحطوا زيت، غلط، لا تحطوا زيت مهما كان، لا تحطوا زيت، لا تقولي بحط زيت مع الموية ولا اي حاجة. الموية حسب النظر يعني، انا بوريك القوام. المهم حطيت حس المويه وابدا اعجنيها باليد. لا تكب المويه كميه كبيره بعدين تعجني، لا عادي بالتدريج. انا قاعده اشوف بنات بيعجنوها بالملعقه، في هي بتسوي كذا فتافيت، لازم تعجنها بيدك. خلاص كذا، ده القوام المناسب. شايفين كيف القوام؟ ترى ما مويه، بتشوفيها كذا كانها مويه لكن لا، اثقل من اللبن بشويه، نفس اللبن كذا ثقيل بشويه. ذا القوام اللي بيخلي الجلد الميت بيطلع، ده القوام اللي بينظفك، ده القوام اللي بيخليك تقعدي فتره وانت بتفركي في جسمك بدون ما تجف بسرعه وما حتطيح منك بسرعه. اهم شيء ما تحطي زيت، حتاخذي منها شويه كذا وتحطيها في جسمك، حتفركي كامل جسمك، حتفركي. شايفين كيف وقت الفرك؟ شايفين ما سايله، توقفي فرك. في البعض بيحطها زي كذا وخلاص بيقعد 10 دقائق، بيقعد 5 دقائق، لا، لا تقعدي ولا ثانية، حركي. لو فركتي جسمك بالكامل حسيتي انك تعبتي عادي ترى استني شوية، يعني لما تجيب شوية كراحة يعني. لكن اهم شيء اول ما تحطيها تقعدي تفركي. انا ليش ابغاكي تسويها بالقوام ده؟ الجلد الميت اللي في الجسم اوساخ واي حاجة ما حتطلع اذا الدلكة قوية، يعني اذا الدلكة كانت عجينة مرة ثقيلة ما حتطلع، انت حتحطها في جسمك زي كده وحتنزل على طول. اما بالقوام ذا اذا في جلد ميت حينبل الجلد، بس زي الحمام المغربي لازم الجسم يكون رطب. فهمتوا علي؟ حتقعدي تفركي. حسي شايفين كيف بدأت تصير ثقيلة وانت كده حتفركي، حتوزعيها على كامل جسمك وحتفركي كامل جسمك كأني قاعدة تاخدي شاور عادي. حتفركي. شايفين كيف حتثقل الدلكة؟ كل ما جلست تثقل. حاليا دي كمية زي كده ترى بتزيد، يعني لو خليتها عليها لحد الليل، خليتها لحد اليوم الثاني الكمية بتزيد. ليش؟ البر او الدقيق اللي انا مستخدماه بينفش، نوعيته بينفش، الكميه بتزيد. عشان كده انا بقول الكيلو بيقعد فتره طويله. الكيلو ما شاء الله في بنات كفاهم 4 شهور 6 شهور اذا استخدمتها بالطريقه الصح. تخليه خفيف وخليه مثلا لحد المساء، شوفي حيثقل. شوفي حس قوامه كيف كل ما جلس، شايفين يثقل. دي الميزه اللي في دلكتي ما عند اي احد. شوفي كيف بتثقل، الكميه بتزيد، الكميه بتتضاعف. لما تثقل زي كده تقدر تزيدي كمان فيها مويه وترجعي تستخدميها، يعني كأنك أخذتي جلستين في جلسة واحدة. المهم كيف تعرفي إنه خلاص أبدأ أحط الزيت؟ شوفوا لما أجي أدلك تبدأ تخرج معي، شايفين كيف تخرج معي زي كذا. أحط زيت. طيب الدلكة إذا جفت كيف أرجع أنزلها بالزيت؟ لو فركتي والدلكة جافة حتجرحك، حتسبب لك حساسية، حتسمرك. إيش تسوي؟ تشيلي من نفس الدلكة المكان اللي جفت فيه الدلكة وترجع تحطه وتفركي عادي. شايفين؟ ترجع ترطبه مرة ثانية. المكان اللي جفه أو كامل جسمك إذا جفه لا تفركي وهو جاف، ولا تحطي زيت وهو جاف. ارجع شيلي من الدلكة وحطه، تمام. ارجع افركي مرة ثانية عشان الدلكة تترطب، الدلكة تنزل من جسمك وهي رطبة. شايفين كذا؟ حسي انا لو نزلتها زي كذا ما في مشكلة، خلاص عادي اقدر انزلها زي كذا. هي كذا والكذا فيها ترطيب، ما يحتاج يعني احط زيت او ارطب بعد الشاور، ما في مشكلة. لكن انا ححط زيت، وهي الطريقة المعروفة، شيء بسيط. الزيت بس حينزل الدلكة الزايدة ومرة واحدة حيرطب. كذا خلاص. شايفين؟ شايفين كذا ما شاء الله بعد الدلكة. طيب الشاور حيكون بموية بس. مع مناسبات الريحة أنا قاعدة أوزع عينات مجانية من الزيت العطري. إيش تسوي؟ تاخذ منه غطا، بس غطا واحد يكفي كامل جسمك وجسمك مرطب. أنا حاليا عشان اليد ما أحتاج غطا، شيء بسيط، وجسمي فيه موية، بدهني جسمك بس زي كذا خلاص. الريحة تروح، ما يسبب حساسية ولا أي شيء يزيد فيه، خاصة بالجسم. بعد ساعة إذا أنت محتاجة خذي شاور، ما عندك خارجة ولا محتاجة ولا جايك أحد لين اليوم الثاني، عادي خذي شاور بمويه وصابون. لكن بعد الدلكة مباشرة لا تاخذي شاور بمويه وصابون، مرة غلط.
مسامات حتكون مفتوحة. انت توك مقشر البشرة، فجلد جديد بتحط عليه صابون فيه مواد كيميائية، عطور مدري إيه، مو مناسبة. الزيت العطر مناسب للبشرة، مناسب اللي بعد الدلكة، ده خاص للدلكة، يعني بشيل ريحة الدلكة. عطور ثانية ما حتشيل لك ريحة الدلكة، سوي بخور عود اي شيء ما حيشيل لك ريحة الدلكة الا الزيت العطري ذا بس. المهم بنات كذا يجي شكله في المتجر. طيب العلبة 200 ملي كبيرة، تستعملي غطا بس لكامل جسمك،